الشاهد بالفيديو: كريستيانو رونالدو يصل إلى بغداد اليوم، وإليكم التفاصيل في هذا الفيديو. وصول النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى بغداد برفقة صديقته جورجينا، وذلك استعدادا لإقامة مباراة نادي النصر السعودي أمام الشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لفريق النخبة. وقرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي أن يكون سكن الفريق في بغداد هو فندق الرشيد الذي يتوسط العاصمة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين على ملعب المدينة الدولي الذي يتسع لنحو 32 ألف متفرج في بغداد. وسيصل فريق النصر السعودي للعاصمة بغداد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7. هذا، وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر لها إنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا صديقة رونالدو بغرض مرافقته في مباراة فريقه. أعلنت وزارة الداخلية العراقية تعيين 600 متطوع للعمل على تنظيف وتجهيز استاد المدينة قبل المباراة، كما وعد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال بتقديم هدية خاصة لرونالدو عند وصوله الملعب. وظهر درجال وهو يطالب مسؤولي الملعب بتوفير نصف مليون زجاجة مياه حول الملعب وتوفير عربات طعام موزعة خارج الملعب. ويذكر إنها المرة الأولى التي يزور فيها رونالدو العراق، لكنه سبق أن واجه نادي الشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة الأندية العربية العام الماضي. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.